ورحمة الله وبركاته. حبايبي اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. السلام عليكم، رمضان كريم. رمضان كريم وكل سنة وحضراتكم طيبين. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا لازم نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام. نحط اللايك الجميل بتاعنا. والفيديو بتاعنا النهاردة مهم. هنوضح فيه على حاجة مهمة يعني. وعندي حاجتين اتنين عايز اقولهم. ممكن يا منادين؟ في حاجتين عايز اقولهم. ممكن؟ دول ماشي. طبعا يا جماعه في ناس بتكتب لي يا محمود الريتش بتاع القناه بتاعك قليل ماشي، وعشان تعليه ممكن تطلع تصور في روما وتصور. طبعا يا جماعه احنا لو بصيتوا في القناه ورا خالص في فيديوهات كتير معموله في قلب روما، مصورين احسن اماكن في روما. بس طبعا مش جايب ريتش ولا جايب مشاهدات ولا جايب اي حاجه، وده طبعا دي حاجه بتاعت ربنا يعني. لان انا متاكد مليون في الميه ان الحاجه ديت بيد ربنا يعني. كل حاجه بيد ربنا. ومنادين برضو لاحظت حاجه في القناه يعني. انت لاحظت ايه يا منادين؟ Che cosa ha visto del canale di quando facciamo un video a Roma? che non gli interessa quasi a nessuno. طبعا المناديل انا بسالها بتقول لي انا شايفه ان عندكم يعني الناس عندكم ما بيهتموش بالثقافه بتاعت روما والحاجات زي الكولوسيو زي روما شينترو زي الحاجات اللي هي الانتيكه دي يعني. ليه؟ ليه بقى انت تساليهم؟ قولي لهم ليه. قولي لهم ليه. secondo te ليه انت بقى يا مناديل؟ انت قولي ليه، تو ديشي بيركي ليه. هم بقى هيقولوا لك ليه، يعني هي هتقول لكم ليه وانتم تقولوا لها ليه. قولي انت بقى. Pure loro dicono perché. هيقولوا لك التعليقات. Perché a maggior parte non interessa vedere una città, i monumenti, ma interessa chi litiga, chi si lascia, poi si riprende, eh, chi fa inciuci, tutte sti telefilm qua. بدون طبعا انا شايفه ان الناس يعني عندنا يعني لانهم هنا مش قد كده في اليوتيوب يعني مش بيقولوش دماغهم. بتقول عندكم يا محمود الناس بتحب تتفرج على اتنين اتخانقوا مع بعض، اتنين سيبراتي، اتنين اتطلقوا سيبوا سيبراتي، اتنين عم بيعملوا افلام بيحبوا يتفرجوا على الحاجات دي. انما بيتفرجوا على روما ومدريد واسبانيا والحتت دي تحبوا تتفرجوا على الحاجات دي؟ لا. qualsiasi città. كوالكاسي شتاء اي مكان يعني. العكس بقى يا جماعه، المنادين بتقعد تدور على الحاجات اللي هي الانتيكه وتتفرج عليها. بقول لهم تو كنت انترا يوتيوب تبياش فيدي اسبانيا انجلترا Risposto alla lì. لندرا A parte me sì, pure che ne so. ايجيبتو. Sì, no, qualsiasi cosa. منادين بتقول طبعا هي بتحب تتفرج على الحاجات دي. Cioè, conosce altre nazioni, popoli, culture diverse. بتحب تتفرج على الحاجات اللي في البلاد التانية زي عندنا كده الأهرامات والحاجات ديت. بتقول الحاجات الغريبة عني يعني، بحب آخد فكرة عنها يعني. مش تتفرج على اتنين اتطلقوا نونيكي جواردا دوس يا موسيبراتي تلفيلم. هم فيلم يعني، بتقولوا فيلم. دي أول حاجة يا جماعة. دي التاني حاجة بقى اللي عايز أقولها إن ليه المشاهدات قليلة عند الواحد. أقول لحضراتكم يا جماعة نادين تعالي هنا تعالي هنا. طبعا ليه يا جماعه؟ اقول لحضراتكم ليه. بني ادم مش بياخد كل حاجه حلوه في الحياه. ازاي يعني؟ ربنا مش بيديك كل حاجه. مثلا يعني الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، انا في حياتي انا ومنادين كويسين صح؟ ايوه سيامو بيني كويسين 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 كويسين. حياتنا الحمد لله والشكر لله من عند ربنا. ربنا يبعد عننا اي حاجه وحشه. فطبعا ربنا عمره مش هيديك كل حاجه. يعني مثلا تلاقي اتنين مثلا ناجحين في قناه يوتيوب حياتهم العائليه متلخبطه شويه. اتنين مش ناجحين على اليوتيوب
بس حياتهم مستقرة وحلوة وزي الفل. فتأكد إن ربنا عمره ما يديك كل حاجة. ولو إحنا بنطلع مثلا على قناة اليوتيوب، والله بنطلع عشان لينا ناس بتحبنا يعني، حتى لو قليلين بس بيحبونا يعني، وإحنا بنحب نطلع الفترة دي. كويسة سكون ده كويس. دي تاني حاجة. نخش بقى في الفيديو يا جماعة عشان ما نصدعش دماغكم، ماشي؟ يا منادين، ازاي بيعاملوا الحوامل هنا في ايطاليا؟ Allora, quando una donna rimane incinta, امم lo Stato ti paga 5 mesi, da prende un mese prima che nasce e 4 dopo, 2 mesi prima o 3 dopo, pagati dallo Stato. طبعا اول البامبينا ما بتتولد الاستادي سيبقى 5 ميزي. Mm? الحكومة بتدفع 5 شهور. Poi appena nasce bambino o bambina ti danno 800 euro, اول البامبيني ما بيجي بيدوك بونص ب bonus 800 bebè. اورو. امم E poi fai la domanda e in base a quanto guadagni ogni mese prendi un tot di soldi che ti aiutano. Ma non طبعا è tantissimo, però طبعا meglio di niente. بتتصل بيهم، بتروح مكاتب، بتقدم على اوراق ان انت بتاخد مساعده للطفل، وطبعا هم بيشوفوا انت شغال قد ايه وبتاخد قد ايه راتبك في الشهر. حسب راتبك هم بيدوك. لو انت شغال بيدوك حاجات بسيطه. لو انت شغال وبتدفع ضرائب ومسجل في الدوله بيدوك يعني حاجات بسيطه. في ناس بقى، ناس وكتير قوي يعني، لما يبقى عندهم مغسل عربيات هنا وحاجات دي من ديت، ميبقاش كاتب حاجه باسمه هنا ولا ليه شغل ولا اي حاجه. ده بيروح للحكومه ياخد له اللهم صل على النبي 500 600 اورو في الشهر. الاخر هنا بتلاقي مثلا العربي بيزرق له 3 4 5 6 والدنيا بتمشي يعني. Poi diciamo in giro nei supermercati, nei negozi لما بتيجي بقى تلف بقى مثلا تروح سوبر ماركت تشتري بضاعة محل عادي c'è sempre il parcheggio vicino all'entrata o all'uscita con le donne, c'è proprio il cartello delle donne incinte. بيبقى ليهم باركيجو. لما تروح اي مكان محل تشتري منه حاجة ولا سوبر ماركت، ليك مكان معين جنب الباب بتاع الدخلة بتاع السوبر ماركت، بيبقى مرسوم كده وكارتيله معمول ان ده للحوامل. لو اي حد تاني غير الحوامل وقف بياخد ملطة. لازم تكون حامل عشان تبقى جنب يعني بيقدموا لها جميع المساعدات يعني. Poi in certi supermercati c'è la cassa apposta per chi ha difficoltà, chi è disabile o chi è incinta. بتقول Non في in tutti, però in بتقول qualcuno في sì. في بعض السوبر ماركات هنا، سوبر ماركت بيبقى فيه كاسة معينة للي هم مثلا التعبانين، اللي تعبان، كبار السن، اللي حامل، كاسة لوحدها يعني، عشان الكاسات التانية بتبقى زحمة يعني. Poi fai qualsiasi fila, passi avanti. لما تقف في أي فيلة أيا يكن، أي طابور بيعدوك قدام، أنت أول واحد أيا يكن أي فيلة أي طابور. Puoi fare certe visite anche gratis. ممكن تروح تعمل كنترول على جسمك No. ببلاش عشان انت حامل يعني. E basta, comunque vieni trattata bene, c'hai tanti vantaggi. بتقول في بيقدموا حاجات كتير للحوامل. في حاجات كتير بتتقدم للي بتبقى حامل معين يعني. لما بقى بتروح يا منادين، عشان عندنا في مصر نيجي quando tu vai a partorire l'ospedale ti fanno uscire lo stesso quanti partorì dopo 5-6 ore. Dipende. طبعا انا بقول لها احنا عندنا في مصر لما واحده بتبقى حامل وتروح Vabbè, ma perché voi là pagate? لما تروح Da noi non si تولد، paga. لما بتروح تولد Pure في questa è المستشفى un'altra cosa.
بتقعد لو مثلا ولدت النهارده ممكن الصبح تخرج يعني. فهي بتقول لي عشان انتوا عندكم بتدفع فلوس في المستشفى، انما هنا مفيش دفعات. لا انت هنا وانت خارج بتاخد فلوس كمان. Qua per esempio vai in ospedale e non paghi. طبعا المناديب بتقول هنا ما تروح المستشفى ما بتدفعش، بتقعد بعدها بعد ما تولد باسبوع تقعد احلى علاج احلى خدمه احلى اكل وشرب، وانت ماشي بتاخد البونص اللي هو 800 اورو دول. وانت ماشي بيدوك هدايا هدايا كده بيدوها لك يعني ككادو للبامبينو يعني. ماشي يا مناديب، حاجه تانية؟ كله تمام؟ Quello da male. بالنسبه بقى يا جماعه اي يا حبيبي هاتي بوسه لبابا حبيبي كسرتيها È خدتيها. brutto. طبعا بالنسبه بقى يا جماعه للفيديوهات بتاعه الاكل اللي اتطلبت من ام È نادين، brutto. ان شاء الله باذن الله بكره domani fai cucina quella che mi hai scritto sul commenti. Vediamo. اه طبعا كان فيديو سريع كده، Pure وحبينا questo sì. ايه نقول لكم بعض الحاجات يعني، والناس ما تقلقش يعني ان القناه ما عليهاش مشاهدات ولا عليها اي حاجه، Mannaggia. عادي مش مشكله، فداك كل حاجه. عايزه تقولي حاجه من نادين؟ قولي بدي qualcosa. Commentate, chiedetemi qualche altra cosa che volete sapere. طبعا منادين بتقول تعليقاتكم الجميله، حابين تسالونا في اي حاجه اكتبوا لنا في التعليقات. باي باي. Ciao!